السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله هنعمل مع بعض كيك بالشوكولاتة. الكيك بتاعنا طري وهش وخفيف، حاجة كده ما شاء الله. الصوص بتاعه سهل وبسيط جدا، هتعمليه في البيت بكل سهولة. هقولك الاسرار اللي انت محتاجة تعرفيها علشان الكيك يطلع معاكي ممتاز، وكمان هقولك الاخطاء اللي انت ممكن تقعي فيها اثناء التسوية. هقولك المقادير بالجرام وبالكوباية علشان لو مش متوفر عندك ميزان تقدري تطلعي الوصفة بكل سهولة. هقولك التسوية المظبوطة في فرن البوتاجاز العادي. هقول لك كل الاسرار. اهم حاجه لايك للفيديو بتاع النهارده وكمان اشتراك في القناه. معايا 2 بيضه بدرجه حراره الغرفه، هنزل عليهم بمعلقه من الفانيليا السائله حوالي كده 5 جرام، وهنزل في الشفشق بتاعي. لو البيض بتاعك بلدي ممكن تستخدمي 3، لو البيض عادي اللي هو كبير شويه اللي موجود في المحلات هنستخدم 2. تمام كده. معايا كوبايه الا ربع من السكر الحبيبات العادي، 150 جرام سكر تموين عادي، اي سكر ينفع معاكي في الوصفه بتاعت النهارده. تمام. هنزل على البيض بتاعنا، ومعايا كوبايه من اللبن بتاعنا لبن حليب بدرجه حراره الغرفه. ممكن تستخدمي لبن جاموسي او بقري او اي لبن عادي، ولو عندك لبن بودرة ممكن تدوبيه في 200 جرام من المية وهيبقى زي الفل معاكي. هضربهم في الخلاط بتاعي لمدة 5 دقايق لحد ما السكر بتاعي يدوب بنسبة 80%، وابدأ انزل عليهم ب50 جرام من الزيت النباتي، يعني ربع كوباية. احاول كده امزج الزيت مع المكونات الاولانية البيض واللبن والسكر لحد ما يختفي معايا، وابدأ انزل بالدقيق بتاعي. معايا كوبايتين من الدقيق، 220 جرام. سعة الكوباية 125 جرام. هنشيل من كل كوباية معلقة. تمام كده. يبقى سعة الكوباية 110، استخدمنا 220 جرام. تمام كده. ده الحجم المظبوط علشان انا المعلقتين اللي انا شلتهم احط مكانهم كاكاو خام، يعني ال20 جرام اللي انا شلتهم من كل كوباية هنزل بالكاكاو الخام مكانهم. الكاكاو اللي انا مستخدماه كاكاو خام اسباني، استخدمت معلقة كبيرة 20 جرام، وانخليه كويس قوي هو والدقيق علشان ده الهواء اللي هندخله للكيكه. انزل بذرة الملح عشان تظبط معايا الطعم، وكمان هنزل بباكت من البيكنج باودر حوالي كده 16 جرام. تمام. اهم حاجة لنجاح الكيك المكونات بتاعتك تكون بدرجة حرارة الغرفة. لو هتدخل لو كانت في التلاجة هتطلعيها من قبلها بساعة علشان تكون معاكي مظبوطة، لو ساقعة هتبوظ معاكي الكيك. تمام كده. هنزل بمعلقة صغيرة من الخل 5 جرام، هي دي اللي هتخلي الكيك بتاعنا طري، وكمان في نفس الوقت هيكون خفيف. لو ما عندكيش خل ممكن تستخدمي نص عصير ليمونة بيبقى ممتاز. الخليط بتاعي تقيل شوية، هنزل ب60 جرام من المية يعني ربع كوباية ومعلقة. تمام كده. المية بتاعتنا دافية مش سخنة ولا ساقعة. تمام كده. الخليط بتاعنا اصبح جاهز، ما فيهوش اي حاجه خالص، ما شاء الله كان ممتاز. وزي ما قلت لك الكاكاو اللي انا مستخدماه كاكاو خام اسباني، ده انضف نوع للكاكاو وبيطلع معاكي ممتاز. بالاسباتيولا كده، وهبدا انزل الجوانب علشان لو في تكتلات للكاكاو والدقيق لسه ما امتزجتش مع الكيكه تبدا ان هي تمتزج ويبقى الخليط كله متساوي. تمام كده. ده السمك بتاع الخليط اللي احنا عايزينه، وهنركنه على جنب. معاه القوالب اللي انا هستخدمها، ولو مش متاح عندك مفيش مشكله ممكن تستخدمي صينيه مقاس 25 هتطلع معاكي ممتازه. بس انا حابه اعملها في القوالب دي، بتطلع حلوه قوي وبتطلع التسويه بتاعتها مظبوطه، مش محتاجه ان احنا ندهنها اي ماده دهنيه. هنبدا كده نصب الخليط بتاعنا في كل واحده من دول حوالي كبشه او كرنيب، والصينيه بتاعتنا مش مدهونه ماده دهنيه. الفرن بتاعنا شغال مسبقا على درجه حراره 180 من تحت بس، من قبلها ب10 دقايق. والخليط بتاعنا او الكيك بتاعنا هيخش في على الشبكة أول درجة من درجات أو مستويات الشبكة. هبدأ بالخلة كده أخرج كل أو فيها فقاعات، هبدأ ان انا اخرج منها الهواء اللي موجود فيها وادخلها زي ما قلت لك على اول مستوى للشبكة، وهقفل عليها الفرن. مش هفتحه الا بعد 25 دقيقة. لو الكيكة فتحت عليها هتلاقي فيه اخطاء كتير قوي وهقولها لك، بس تعالي نبدأ في الصوص بتاعنا علشان نشتغل فيه. معايا كوباية من الحليب 200 جرام، هنزل عليهم بمعلقة كبيرة من الكاكاو الخام 20 جرام، وزي ما قلت لك كاكاو خام اسباني. وبرضك معلقة كبيرة من السكر 20 جرام سكر حبيبات عادي. 20 جرام من الكريم شانتيه، اي نوع كريم شانتيه ممكن تستخدميه هيطلع معاكي ممتاز. 20 جرام يعني برضو معلقة كبيرة. هنزل ب4 جرام من النشا، يعني حاجة بسيطة خالص وما تكتريش عشان ما يقلبش معاكي مهلبية. تمام كده. هنزل بربع كوباية من الزيت حوالي 50 جرام، وعلى البارد كده هبدأ أدوب الكاكاو والمكونات بتاعتي علشان لو رفعته على النار من قبل ما أدوب الكاكاو هيكتل معايا بكل سهولة.
تمام كده. المكونات سهلة وبسيطة. هرفعه على النار وتعالوا كده نتكلم بقى شوية عن التسوية. التسوية بتاعت الكيك، لو الكيك طلع معاكي بيشقق هيبقى الدقيق بتاعك كتير عن الحجم المفروض انت تحطيه. تمام كده. لو طلع الوش معاكي بيلزق يبقى انت مزودة كمية السوائل او كمية المادة الدهنية اللي موجودة فيه. فدايما اتبع الوصفة، ولو هتعملي اي وصفة الافضل تستخدمي فيها ميزان علشان تطلع معاكي مظبوطة وتطلع معاكي 100% الوصفة مظبوطة. واسأليني عليها لو انت استخدمتي فيها الجرام او الجرامات وطلعت معاكي مش مظبوطة. الخليط بتاعنا بعد ما بدأ يتقل حاجة بسيطة كده، انزل عليه ب90 جرام من الشوكولاتة الخام. اي نوع شوكولاتة بقى، في دريم، في انواع كتير قوي. انا مستخدمة دريم وكانت ممتازة جدا وبتديلي طعم حلو قوي. قبل ما انزل بالشوكولاته كنت طفيت النار ونزلت بالشوكولاته وقفلت النار وبدات ان انا ادوبها مع الخليط. وزي ما انتم شايفين الصوص بتاعي ما شاء الله اللمعه بتاعته ممتازه جدا وحاجه كده اللهم بارك، حلوه قوي. وكمان السكر بتاعه مظبوط. ممكن تسيبيه يبرد وبعدين تبداي ان انت تصبيه على الكيك. الكيك بتاعنا استوى زي ما انتم شايفين، الوش مش بيلزق وكمان مظبوط اللهم بارك. الكيك مش مشقق، وده علشان كمية الدقيق مظبوطة وكمان كمية الزيت او المادة الدهنية اللي انا حطاها زي ما هي. هنزل بالصوص بتاعه وهو سخن، ولو انت حابة تبرديه وتدخليه في التلاجة تمام ممكن تعملي كده وتبدأي ان انت تشكليه بكيس حلواني لانه هيكون تقيل معاكي شوية. تمام كده. هبدأ ان انا زي ما انتم شايفين مش هفرغ في الكيكة، هصب على طول زي ما انتم شايفين كده وهو سخن. وكمان الكيكة بتاعتي كانت ارتاحت شوية، خدت معايا بالظبط في الفرن 25 دقيقة وكانت ما شاء الله ممتازة. ما اختبرتهاش الا بعد ال 25 دقيقة وكانت ممتازة معايا. عندي كده شوكولاتة فرماسي اللي هي الغامقة اللي هي الشوكولاتة. هبدأ بس ازين الوش كده، ولو مش موجود عندك ما فيش مشكلة. عندك جوز هند تقدري تحطيه، عندك مكسرات تقدري تحطيها، هتبقى معاكي مظبوطة ان شاء الله. اهم حاجة بس تتبع الوصفة، وهسيبها لك ان شاء الله في صندوق الوصف بالجرام وبالكوباية. واللي مش عارف صندوق الوصف، العنوان بتاع الفيديو مكتوب عليه او جنبه كلمة المزيد، هتضغطي على كلمة المزيد هينزلك تلقائي على صندوق الوصف، هتلاقي فيه المقادير بالجرام وكمان بالكوباية. تمام كده. الكيك بتاعنا اللهم بارك سبته بس يرتاح في التلاجة حوالي ربع ساعة وطلع زي ما انتم شايفين كده. الكيكة الصوص بتاعنا واخد لمعة حلوة قوي، وكمان الكيكة بتاعتنا طرية وهشة وخفيفة. مقاديرها سهلة وبسيطة جدا، تقدري بكل سهولة لو عندك بيض ولبن هتعمليها بكل سهولة وهتطلع ممتازة معاكي اللهم بارك. الصوص خفيف وفي نفس الوقت مش تقيل قوي ومحجر معانا. الشوكولاتة والزيت عطياله لون حلو قوي، وزي ما انتم شايفين طرية وكمان قلبها او المسامات بتاعها حلوة قوي. اتمنى ان انتوا تجربوها على نفس الطريقه او على نفس المنوال. لو انت اول مره تشوفيني وتتابعيني اتمنى منك الاشتراك في القناه، وكمان لايك للفيديو بتاع النهارده وكومنت حلوه منك. انزلي عند كلمه اشتراك اللي مكتوبه وكمان اضغطي عليها وفعلي زر الجرس على الكل علشان كل فيديو بنزله ينزلك اشعار بيه. نوريني في القناه. اتمنى الوصفه بتاعت النهارده تكون عجبتكم. اهم حاجه لو هتعملي الوصفه اعمليها بالجرامات عشان تطلع ممتازه. كده الفيديو بتاعنا انتهى. مشاهدة ممتعة للفيديو. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله.